ما هي الأنباء التي تحدثت عن هذه المجزرة وأنتم تنفون ذلك؟ أولا صباح النور أخي الكريم. صباح الخير، حياك. ولتصحيح الاسم منيف الزعيم من مدينة تحراك. منيف. نحن نؤكد وننفي هذا الخبر الذي ورد على قناة العربية قبل قليل أن النظام يرتكب كل يوم مجازر تلو المجازر. أما مدينة تحراك فلن نشاهد أو نرى أو نعثر على مقبرة جماعية ما ورد على قناة العربية. نحن لا نبرئ هذا النظام القاتل والمجرم من ساحات الإجرام والإرهاب، إنما هناك تم العثور على جثتي شهيدين مجهولة الهوية اليوم في مدينة تحراك عليه آثار التعذيب والتنكيل، مع استمرار الحصار الخانق على هذه المدينة وتردي الأوضاع الإنسانية فيها وقطع كافة الاتصالات والخدمات بعد أن دمرت المدينة بالكامل وهجر أغلب سكانها إلى عدم وجود منازل تأويهم وتحويل المدينة إلى سكن عسكرية. ربما أخي الكريم هناك شوهد عند أحد القطع العسكرية في مدينة تحراك بحفر من آليات كبيرة هي عبارة عن جرافات وتركسات لقبور ربما تعود لمنشقين لجنود النظام تم قتلهم وتصفيتهم داخل اللواء. نحن لا نؤكد أو نحن ننفي هذا الخبر أن تعود هذه الجثث لمدنيين، وننفي ما ورد على قناة عربية. ونحن أصحاب مصداقية أخي الكريم كما أنتم تنقلوا الحدث بصورة وصدق، ونحن نؤكد لكم أنه لم يتم العثور على هذه المقبرة الجماعية. أنا أقول لك أحداث درع اليوم أخي الكريم أن هناك حدث شهداء وسقط شهداء. نعم منيف، وضحت الصورة. شكرا جزيلا لك منيف الزعيم من درعا، شكرا جزيلا لك.